اهلا بيكم مشاهدينا، ورجعنا لكم بعد الفاصل. النهارده الحلقه كلها بتتكلم عن العلاج بالفن. في الجزء الاول اتكلمنا عن الباليه واتكلمنا على السايكو دراما. النهارده بقى عايزين نتكلم في الفقره دي على انواع جديده كمان من العلاج بالفن، بان الفن اكسير الحياه. وطول الوقت احنا دلوقتي ما بقيناش بنسمع من الناس غير تعبانين، مخنوقين، مضغوطين. فعايزين نعرف ازاي العلاج بالفن ممكن يكون ليه دور ويكون متنفس لبعض من الناس على انهم يكونوا في صحة نفسية افضل وفي سعادة كمان. معانا النهاردة في الحلقة الأستاذة سارة نصار، أخصائية العلاج بالفن. وكمان هيكون معانا حد مهم جدا هيرسم لنا رسومات جميلة جدا. هيكون معانا فنان أشرف شندي والمعروف بفنان الرحاب. أهلا بيكم، نورتونا. اهلا بحضرتك يا دكتور. ازيك استاذ اشرف، عامل ايه؟ انا زي الفل. النهارده بقى عرفنا كده على رسوماتك اللي انت جايبها معاك، وقول لنا هترسم لنا ايه النهارده. في الاول انا سعيد جدا بالدعوه الجميله دي، ان حضرتك دعتيني، وحضرتك معروفه انك دايما مهتميه بالفن. يا رب يخليك. والله، وده حاجه تسعدني جدا. النهارده طبعا انا جاي وتحت امركم. زي ما حضرتك شايفه انا جايب الواني وحاجتي والستاند وكل حاجه، على اني اللي هتأمروني بيه انا هنفذه وهرسمه ان شاء الله. يعني حضرتك بترسم، معروف جدا عنك انك بتحب ترسم في الاماكن المفتوحه. انا ده ليه؟ ايه السبب بتاعه؟ بص حضرتك يا دكتوره، انا لاحظت في مصر هنا ان معظم الفنانين لما بيرسموا بيقفلوا على نفسهم. انا قلت لا، يعني بره بيرسموا في اماكن مفتوحه علشان ينشروا الدعوه ان نخلي كل الناس ترسم. يعني انا لما بقعد ارسم في اماكن مفتوحه بفوجئ مثلا بشباب صغير وناس كبيره نفسهم يرسموا بس مش عارفين يخطوا الخطوه. انا بديهم جراءه ان يلا كلنا نرسم. حلو قوي. يعني انت عايز تنشر الفن يكون في كل مكان. بره بتهيألي في اوروبا بتلاقي الناس والفنانين سواء كانوا بالميوزك او بالرسم موجودين في كل الاماكن، في الشوارع جنب برج ايفل في فرنسا، مش عارف، في الشوارع الرئيسيه كلهم بيحاولوا ينشروا الفن عشان هو بينشر السعاده. طبعا في اوروبا وبره عموما بيرسموا في كل مكان في الشوارع. هنا ما اعرفش ليه بيتكسفوا، يعني كل لما تتكلم يقول لك لا انا اقفل على نفسي، مش عارف ايه الهدف يعني. لا، انا بقول للشباب وبقول للكبار وبقول لكل الناس زي ما حضرتك قلت في بدايه الحلقه اني خصصت الحلقه دي للعلاج بالفن. يلا كلنا نرسم. حلو جدا يا جماعه. احنا عايزين نطلق حمله بقى من اول النهارده كده. يلا نرسم ولا نفن؟ يلا بقى كلنا نرسم. عايز اقول لك فنون بكل اشكالها. عايز اقول لحضرتك على حاجه يا دكتوره. انا كنت دايما في التجمع، في منطقه التجمع كنت بلتقي بناس كتير جدا ونعمل ايفنتات في الشوارع وفي الجنان ونقعد نرسم كلنا، وكان الولاد بيبقوا في قمه السعاده، واكتشفت كميه مواهب محدش هيعرف عنها حاجه. حلو جدا. احنا عايزين يا جماعه من دلوقتي نبتدي يعني نحاول ننادي بقى كده، نعمل هاشتاج الفن في الشوارع. نعمل ميوزك كده مثلا في الاندر جراوند، عند المونوريل بقى، وفي الاماكن اللي بيجمع فيها الناس في المولات وكده، بحيث ان الفن يوصل لكل الناس. طب هترسم لنا ايه بقى النهارده؟ امريني. طيب انا كنت قاعده بفكر كده، فايه رايك نرسم الفنان تامر حسني؟ هو داعم كويس جدا، يعني بجد داعم جدا للقناه، وعايزين نفرحه بالرسمه دي بس تطلع حلوه. ان شاء الله تطلع حلوه. هنرسم الفنان تامر حسني النهارده، وان شاء الله تطلع هتعجبه ان شاء الله. حضرتك شايفه يعني انا بحب البورتريه. انا متاكده باين حضرتك قبل كده ما انا رسمت حضرتك بورتريه. صح، رسمني رسمه حلوه جدا يا جماعه. ان شاء الله بقى نشوف بقى الفنان تامر حسني بعد ما الاستاذ اشرف يخلص الرسمه بتاعته. اسمحي لي ابتدي بقى. اتفضل. هنروح بقى للدكتوره ساره نصار، وهي اخصائيه العلاج بالفن. عايزين نسالك سؤال كده، انت شايفه من خلال جلساتك واحتكاكك بالناس مدى فعاليه العلاج بالفن في معالجه الامراض النفسيه والاضطرابات اللي بقت دلوقتي موجوده بشكل كبير جدا للاسف في الوطن العربي او في العالم، على فكره مش في الوطن العربي فقط، لان الضغوط بقت على كل المستويات. انا عايزه اقول ان الناس بدات تواجه تحديات مختلفه تماما عن سابقا. قبل كده كانت مشاكلنا معظمها اقتصاديه واجتماعيه، دلوقتي المشاكل اللي تخص الانسان نفسه مع المجتمع اللي حواليه او التكنولوجيا اللي حواليه بقت مختلفه خالص، فهو بقى يبحث عن ذاته تاني في وسط مختلف،
مع تحديات رقميه، مع تحديات جمهور اوسع. كان الاول الجمهور عباره عن شخص 2 3 في العيله والاصدقاء، لكن دلوقتي احنا بقينا مفتوحين على العالم، ده بقى فيه متطلبات اكبر، فبقى كل شخص عايز يعيد التركيبه النفسيه بتاعته تاني. في اشخاص بتنجح وفي اشخاص ما بتقدرش تعمل ده، فبيحصل المشاكل اللي احنا شايفينها على مستوى العالم، وبقى طبعا في نسب انتحار ومشاكل نفسيه اكتر من الامراض المزمنه. حلو جدا. طيب العلاج بالفنون التعبيريه شكل الجلسه بيكون ازاي؟ انا عايزه اقول ان المعالج بالفن هو متخصص ودارس في اكتر من مكان واكتر من مجال. هي شهاده متشعبه وبعد الاكاديميه، مش دراسه نقول ايه من البدايه كبكالوريوس او حاجه. فاللي بيخش المجال ده بيبقى عارف ان هو هيكون مجاهد، ان هو هيقدر يتبحر ويعرف ويجمع بين العلوم والمجالات النفسيه. الجلسه بتكون ازاي؟ احنا لازم نعمل الاعداد للجلسه النفسيه في العلاج بالفن زيها زي الجلسات النفسيه او التدخل النفسي بشكل عام. لازم يكون المعالج بالفن جاهز بادواته، بيبتدي الجلسه ان هو بيحضر الحاله اللي هو هيشتغل معاها. في حاجه مهمه قوي ان احنا في العلاج بالفن بنشيل فكره الوصم. هو مش بالضروره هيجي هنا كحاله نفسيه او مريض نفسي، لا، هو جاي يستمتع ويفرغ عن انفعالاته. بنعبر عن مشاكلنا النفسيه من خلال الفنون، وهو ده اللي بيحصل في الجلسه. كبدايه بيتم تجهيزه، بعد كده هو اللي بيبقى القائد. يعني نقدر نقول ان الاخصائي بيبقى بصفه ميسر، يعني هو يعني نقدر نقول تحت امر العميل، مش هو اللي قائد الجلسه، لكن هو بيجهز الجلسه وبيعمل زي ريفليكشن او بيطلع المشاكل او يشخصها اثناء الجلسه، وبعد كده يعمل الخطه العلاجيه زيه زي اي اخصائي. لكن لما بيكونش في اجواء معينه كده محدده ده للعلاج لازم. بالفن، زي مثلا نطفي الضوء، نهدي لا بالعكس، يعني مكان محدد، يعني ممكن نعمله في عادي في اوضه علاجيه عاديه. بس في متطلبات. اه الادوات اللي بيستخدمها المعالج بالفن هي نفس الادوات اللي بيستخدمها الفنان التشكيلي او حاجات اكتر شويه، بس مش بنفس اسلوب الفن التشكيلي، اسلوب فيه اريحيه شويه، لان العميل مش فنان، العميل جاي يطلع او يعبر عن نفسه باستخدام الالوان والخطوط والادوات اللي موجوده. طبعا حضرتك شايفه المراهقين اليومين دول عاملين ايه؟ طبعا السوشيال ميديا وكتر تعلقهم بالموبايل وبالسوشيال ميديا، فما بقاش خلاص التربيه الوالديه ما بقتش هي الجزء الاساسي من ان احنا نخرج اطفال او مراهقين اسوياء. فهم بيطلعوا على كل ما يعني يتراءى ليكي، كل حاجه بيشوفوها وبدون رقابه. بالظبط. هل انت شايفه ان ممكن العلاج بالفن يعالج التطرف الفكري بتاع المراهقين اليومين دول، وخصوصا ان هم بقوا منفتحين قوي وبقوا يعني عندهم عند رهيب وافكار بجد احنا ما بقيناش حتى قادرين على ان احنا نستوعبها احنا ككبار؟ انا عايزه اقول ان الفن هو بيعرف على انه القوه الناعمه. القوة الناعمة في انه بيقدر يتداخل او يتسلل الى اي شخص من مجال الموهبة، يعني او حاجة تانية مجال ان هو حابب يشوف نفسه او شخصيته باسلوب تاني. من الحاجات اللي بتواجهنا مع المراهقين ان هو بيفكر تفكير احادي شوية، لان دي حاجة من خصائص المراهق، عايز يكون شخصيته، فبيبتدي يحاول يعرف نفسه عن طريق اساليب شوية غلط، زي العند، الدافعية، التمرد. الحاجات دي ممكن تمشي مظبوط وممكن تمشي في اتجاه تطرف فعلا. الناس دلوقتي بدأت تنتبه انه الأسرة ما بقتش هي المحيط الوحيد للتدخل والتربية، فبقينا عايزين مجالات تانية تفاعلية منها العلاج بالفن. وبالفعل ده اللي انا بحاول اقدمه دلوقتي في متحف محمود خليل، وده من اكبر واعرق المتاحف اللي موجود فيها لوحات فنية عالمية. اطلقنا ورشه اسمها اسمع فنك، علشان نقدر من خلال الفن نحارب التطرف الفكري عند الشباب المراهقين، بحيث ان احنا نجذبهم لوقت مستقطع بره السوشيال ميديا او الشاشات، وفي نفس الوقت يقدروا يعبروا عن مشاعرهم، ونعلمهم يعني ايه مهارات الاتزان العاطفي او الانفعالي كمان من اثناء او خلال جلسات العلاج بالفن. وهل فعلا بتلاقي اقبال من المراهقين على ان هم يحضروا الجلسات دي، ولا برضو نفس الحكايه، بنحاول والام تحاول والاب يحاول وفي الاخر ما فيش حد، برضو كله عايز الموبايل وعايز الحاجات اللي في ايديه والسوشيال ميديا والجيمز والكلام ده كله، وما بيروحوش الحاجات دي نهائي؟ هو بصراحه قوه العلاج بالفن بتكمن في ان هي شيء مبهم شويه عند المجتمع او الشباب المصري. فاحنا لما بنقول العلاج بالفن داخل متحف التركيبه كبيره شويه، فنوعا ما في اقبال، وكمان من المتخصصين اكتر من الشباب. يعني انا فوجئت في الجلسات ان الشباب الموجودين احنا فنانين، بيعبر عن نفسه ان هو فنان. فنان بقى ايه؟ عايز يستخدم الديجيتال ارت او حاجه تانية، طيب تمام،
تعالى نشتغل سواء ديجيتال او غيره، لان العلاج بالفن بيغطي بمعايير ومقاييس نفسيه احنا عارفينها في المجال بتاعنا اي انتاج فني هيظهر سواء جوه نطاق الموهبه او غيره. فنوعا ما في اقبال، لان الشباب دلوقتي بيدور على نفسه، مش لاقي نفسه جوه البيت. فلما قلت له تعالى اطلع بره في مكان او مجال زي المتحف، لان كمان المعروضات بتبقى نقطه جذب شديده جدا ان هو يشوف فن عالمي، وده موجود عندنا جوه مصر. فيعني الحمد لله في اقبال، وان شاء الله مكملين. طب ايه الشانلز اللي انتوا من خلالها الورد اوف ماوث او الكلمه بتاعتكم بتوصل للشباب دي؟ ما احنا لازم برضو نستخدم نفس الطرق اللي هم بيلجأوا ليها زي التيك توك والفيسبوك والانستجرام وكده. هل انتوا فعلا لما بتيجوا بتعلنوا عن حاجه زي دي بتستخدموا الطرق او اللانجوج بتاعتهم علشان فعلا يقبلوا على ده؟ علشان احنا برضو مش عايزين نكون احنا ماشيين يعني في سكه وهم في سكه تانية خالص. لان زي ما شفتي كده احنا واحنا بنتكلم فكره الميوزك الموجوده مثلا في الاندر جراوندز مثلا بره، الميادين اللي الناس بترسم فيها، حد بيغني في الشارع، الحاجات دي ممكن تجذب الشباب. انا شايفه ان هي يعني فرصه كبيره ان احنا نجذب عدد كبير من الشباب. فانتي رايك وايه الشانلز اللي انتوا بتستخدموها او قنوات؟ الاول عايزه اقول ان الدمج الثقافي اللي حاصل بسبب الانفتاح العالمي دي فرصه هايله جدا، لان بره المجتمع الاوروبي او الاجنبي بيهتم قوي بالفنون. فحاجه من الحاجات اللي حصل فيها تبادل ان حصل انتعاش تاني للفنون جوه مصر. بقى في الشباب فاهمين انه احنا في مجتمع فعلا بيهتم بالتصوير والاديتنج والميوزك والارت ورك، وكمان الشغل الفنون بدا يدخل جوه الصناعات الصغيره او عند الشباب اللي هي اليدويه اللي مش محتاجه فلوس كتير كبدايه في المشروع. فهم اصلا بالفعل الشباب بتاعنا بقى مثقف وواعي وعايز يدخل في مجالات الفنون. لما قلنا علاج بالفن وفي متحف كبير، ده كانت نقطه جذب قويه. استخدمنا او نقدر نقول قطاع الثقافه في الفنون التشكيليه قدر يوصل للشباب دي من خلال كل الوسائل والحاجات المرئيه والمسموعه، وفعلا هو ده كانت نقطه الانتشار والانطلاق. حلو جدا. طيب احنا عايزين نعرف هل استخدمتي قبل كده العلاج بالفن في موضوع تدخين؟ انت عارفه ان اليومين دول الفيب والايكوس والحاجات اللي هي بقت بديله للسجاير، كان زمان الاهل بيرفضوا فكره ان ابنهم يدخل عليهم بسيجاره او كذا، وكان حتى لو يعني في اضيق الحدود كان بيستخبى ويشرب السجاير. دلوقتي الموضوع بقى منفتح قوي. ليه بقى؟ لان حصل تقبل كده من الاهل، بقوا على طول بيتقبلوا فكره ان انت عادي ممكن تشرب فيب او ايكوس. معرفش ليه، مع ان هم جالهم احساس ان دي حاجه يعني ليه مقبوله، بقت مقبوله اجتماعيا منهم وبقوا بيسمحوا بيها عادي. فالموضوع انتشر بدل ما يقل وبدل ما يبقى يعني في نطاق صغير، لا انا ملاحظه ان الموضوع زاد بكتير من تقبل بقى المجتمع، زائد بقى الفليفرز والحاجات الحلوه بقى بتاعت مش عارفه ايه بالفانيليا وايه بالشوكولاته وايه بتاع، فالدنيا زادت قوي قوي قوي. فهل ممكن يكون العلاج بالفن ليه دور في حكايه تدخين الصغار ده، لانها بقت مشكله كبيره جدا؟ عايزه اقول لحضرتك ان التطرف الفكري بيصدر منه افعال برضو بتبقى شويه غريبه، ولان الشاب بيبتدي او البنت يستخدم او يستجلب ثقته بنفسه عن طريق الافعال دي. فاحنا من خلال العلاج بالفن بنفكر في حاجه، ان احنا نحصل على الاتزان في التفكير او في العواطف، او الهرمونات بتاعه المراهقين دايما بتبقى متقلبه، فبيبتدوا يظهر منهم نوبات مثلا غضب او عنف او رفض. فاحنا من خلال الفن اولا ما بنقولوش انت تعبان، بنقول له احنا بنعمل جلسات تفريغ انفعالي عشان تعبر بيها عن نفسك. فنبتدي تاني نعيد صياغه او تكوين الشخصيه بحيث ان هو يبقى عنده تفكير ناقد، هو يقدر يقيم الحاجه اللي بتصدر ليه او بتيجي عليه سواء من الغرب او من جوه المجتمع. فممكن الفن يكون فعلا حاجه داعمه للتفكير الناقد او تقييم الذات، ودي حاجات بنعملها برضو بالمقاييس اثناء الورش عشان نعرف نسبه الرضا عن النفس او الرضا عن هناء الحياه، او حتى التفكير اللي هو الاحادي الرؤيه، عشان هو يقدر يفهم هو بيعقل او بيخطط لحياته ازاي. مهاره زي دي لو اتعلمها في المستقبل، اتعلمها دلوقتي هتفيده جدا في المستقبل، بدل ما يقع في سلسله من الاخطاء والخسائر وفي النهايه يقول انا ما كانش عندي المهارات دي. ممكن من خلال التوعيه والتوجيه في العلاج بالفن، لانه مش بس علاج، ممكن يبقى يعني مهم جدا في الجانب الوقائي. ممكن وكفايه الجلسه نفسها اللي هي بيكون فيها
حميميه وقاعده فيها يعني روح حلوه، ميوزك حلوه وهدوء. بنسمعها، حاجه بالظبط. جميله بنعملها. ما هو الواحد لما بيعمل حاجه جميله نفسيته نفسها بتتحسن، وبالتالي ممكن الحاجات الايجابيه تخرج وتقلل من منه، التوتر او كمان. الافكار الافكار السلبيه تتبدل بافكار ايجابيه، بالظبط. وهكذا. غير لما يكون برضو جلسه 1 تو 1 او نصيحه ما من احنا عايزين الام نشيل او الوصم قرار. بقى، عايزين آه. جلسات جماعيه للشباب تجمعهم، وزي ما قلت كده لو في الاماكن العامه برضو هتبقى حاجه مناسبه جدا، بحيث ان احنا حلو قوي. نجمعهم في اجواء طبيعيه. جزء من العلاج بالفن ممكن نستجلب من الطبيعه الجزء الحسي اللي بيتاثر بيه الشباب حلو والاطفال جدا. ده وكله. احنا النهارده اجمعنا على ان احنا عايزين نعمل جلسات جماعيه بره. تمام. استاذ اشرف، احنا هنتبنى الفكر بتاعك بقى اللي انت بتنادي بيه بقالك كتير، اللي هو ان احنا نحاول ان احنا نخلي العلاج بالفن في الاماكن المفتوحه، الاماكن اللي فيها ناس كتير والشباب بيقبلوا عليها، زي الحفلات اللي بتتعمل دلوقتي في العالمين. فاحنا بالظبط. بنناشد بقى يعني سياده الرئيس والحكومه انهم يتبنوا فكره العلاج بالفن في الاماكن دي، يعمموها وينشروها ويدوا لها تصاريح، علشان الشعب كله بيتهيألي لو عمل فن كده وبقى نما عنده الحس الفني كده هيحس بالايجابيه لو ويمكن إحنا- بالسعاده. لو احنا يا دكتوره اتجهنا للفن، الفن بقى يعني المزيكا، الرسم، اي فن، لا هنبقى شعب متقدم، مش هيبقى عندنا مشاكل. يعني هقول لحضرتك على حاجه، هاتي فنان او تعاملي مع فنان وتعاملي مع شخص ملوش في الفن، استحاله تلاقي الفنان صوته عالي، استحاله تلاقيه بيتنرفز او بيطلع الفاظ، صح ولا غلط؟ ماشي. فاحنا لو من البدايه كده يعني عودنا اولادنا يتجهوا فن. للفن، هنبقى شعب متقدم، هنبقى شعب هادي، هنبقى شعب منتج، هنبقى شعب راقي، مش كده ولا ايه؟ ايوه. علشان كده دايما بقول، وانا من خلال برنامج حضرتك اهو بقول لكل المصريين كلموني لو عايزين ننزل ارسم معاكم في اي مكان، انا ما عنديش مانع على فكره. هنعمل ده ان شاء الله. يلا. هسيبك تخلص الرسمه آه. بتاعت الفنان عشان ايه عايزين آه. نعرضها قبل الحلقه ما تخلص، ونرجع تاني للدكتوره ساره نصار. عايزه اسالك سؤال مهم جدا. هل الفن، احنا اتكلمنا عن ان الفن ممكن يعالج مشاكل مجتمعيه كتير، طب في الحالات النفسيه الشديده او الاضطرابات والامراض، هل في دور للعلاج بالفن جنب العلاج الدوائي؟ ايوه طبعا، وبشده، وفي كل مكان وبره قدروا ان هم يستفادوا من الفن في كل الاماكن اللي بيتم فيها العلاج النفسي او الاسري. يعني بدايه من السجون للاماكن اللي فيها ارشاد اسري وجوه السجون على الاماكن اللي فيها هل يعني العلاج بالفن ليه دور كمان في القضايا الجنائيه، صح؟ بشده، سواء في الحالات اللي احنا بندخل فيها اذا كان المريض عنده مشاكل، مش نقول مريض بقى، اللي محكوم عليه، وممكن نقول كمان اللي تم الحكم عليه ان هو غير صالح للمجتمع، انه يتم ترويضه من خلال الفنون. ده بيمارس من زمان جدا، بس مش جوه مصر، او لسه ما دخلش الموضوع العلاج بالفن. انا نفسي ده يحصل ويكون في دراسات معموله عن ده. بس قبل ما اقول كده، احنا ممكن في المدارس، علشان في حاجه عندنا اسمها اضطراب المسلك عند المراهقين. بالظبط. في عندنا التنمر جوه المدارس السن الصغير. طيب لما انا اعمل وقايه من خلال الفن، من غير ما اعالج المشكله شخصيه عند الفرد، تبقى بشكل جماعي ومحبب للجميع، يبقى انا بقضي على بعض الظواهر اللي ممكن تؤدي في المستقبل لمشاكل جنائيه وقضائيه مثلا. ما شاء الله. يعني العلاج بالفن بيساهم في اعاده التاهيل، وكمان القضاء المسبق على المشاكل اللي ممكن تكون. بالظبط. وحاجه كمان صغيره، في بعض التقنيات في العلاج بالفن زي تحليل الرسوم. بنقدر من خلالها نعرف اذا كان في حكم في قضيه اسريه او غيرها، مثلا اذا كان الطفل ده اتعرض للضرب، للعنف الاسري، للتحرش مثلا، او اي مشكله بتبان عندنا في الرسم بشكل، يعني عايزه اقول لك ايه، زي الشمس، من خلال الرسومات بتاعه الاطفال. والاطفال كمان بتيجي تقول ده حصل معايا كذا في التاريخ الفلاني، لان الذاكره المصوره بتبقى قويه جدا. وده اللي بيظهر عندنا، وبالفعل بيتم الاستشهاد واخذ راي اللي بيحلل الرسوم، الاخصائي اللي بيحلل الرسم في القضايا الجنائيه في الخارج، ونقدر نحلها ونقدر نعرف. بشكرك الدكتوره ساره نصار، اخصائيه العلاج بالفن، بجد اديتينا معلومات مهمه جدا ومفيده. ونرجع للاستاذ اشرف شندي، فنان الرحاب. ايه بقى الرسمه بتاعت الفنان تامر حسني خلصت ولا ايه؟ لا ده احنا لسه، احنا عايزين نديها له. يا دكتوره، ده احنا بادئين لسه بقى لنا. طيب احنا يعني على العموم هي حلقتنا خلصت، بس الرسمه لسه ما خلصتش، وهنفضل سايبينها هنا برضو في القناه علشان نهديها له. بس هي طبعا الساده المشاهدين برضو يتفرجوا على التطور بتاعها
وينبسطوا بيها. بشكرك جدا جدا استاذ اشرف، انا عارفه ان انت بتحبي حد يقول لك فنان الرحاب، بس انا بشكرك جدا. انا سعدت وبشكرك جدا دكتوره ساره النصار، شكراً بجد جداً كانت حلقه جزيلاً. جميله، شكرا ليك. وانا شخصيا انبسطت بيها. بشكركم مشاهدينا، وان شاء الله الى اللقاء في حلقه قادمه من برنامج عايشه الحياه.